حسن شاب أسيوطي بيشتغل سمكري علشان يحقق حلمه ويبقى دكتور علاج طبيعي يساعد الناس المحتاجة. والدته دايما واقفة جنبه علشان يبقى زي اخواته المهندسة والمحامية. رغم الظروف الصعبة بيشتغل بالنهار في الورشة وبالليل بيذاكر. مستني تعرف ازاي قدر يعمل كل ده؟ تابع الفيديو للنهاية. حسن من أسيوط شاب شاطر ومجتهد، فعلا نموذج نفتخر بيه. بيدرس علاج طبيعي وفي نفس الوقت شغال سمكري عربيات علشان يقدر يغطي مصاريف الكلية ويحقق حلمه الكبير. مش بيشتغل بس علشان نفسه، لأ، كمان عايز بعد ما يتخرج يساعد الناس المحتاجة، حتى لو بحاجات بسيطة ياخد فيها ثواب ويكون سبب في فرحة حد محتاج. حسن حكى للقاهرة 24 إنه هو صغير في الإعدادي كان فاهم كويس ظروف عيلته، خصوصا إن والده مش قادر يغطي مصاريفه ولا مصاريف إخواته الخمسة. علشان كده أول ما خلص الإعدادي قال لنفسه هدخل مدرسة تمريض وأبدأ دراستي، لكن والدته رفضت وقالت له مش هينفع يا حسن، إخواتك كلهم دخلوا كليات كبيرة، واحدة خريجة حقوق والتانية خريجة هندسة، ما ينفعش تبقى أقل منهم، لازم تدخل ثانوية عامة واشتغل وربنا هيرزقك. حسن كان عارف ان والدته دايما عايزة الافضل ليه، فسمع كلامها وفعلا بدأ يشتغل سمكري عربيات علشان يساعد نفسه وفي نفس الوقت يساعد اخواته البنات اللي لسه ما اشتغلوش. بعد ما دخل الكلية اكتشف ان المصاريف غالية جدا، فبقى محتار بين انه يسيب الدراسة او يلاقي حل، لكنه قرر يشتغل ويكمل، وده اللي عمله بكل اجتهاد وصبر. دلوقتي حسن شغال في السمكرة بقاله حوالي 8 سنين، وبقى مش بس بيساعد نفسه، ده كمان بيخفف على والده في مصاريف البيت وبيحاول يوفر مصاريف اخواته. بيقول كمان ان والدته دايما واقفة جنبه وفي ظهره، بتشجعه وتدعمه نفسيا، وده كان سبب كبير في انه يكمل. وكمان اخوه الصغير اللي هو صاحبه بيسنده طول الوقت، وحتى جده وجدته دايما في ظهره بيساعدوه وبيشجعوه في كل حاجة يقدروا عليها. حلمه الكبير انه يبقى دكتور علاج طبيعي كبير يساعد الناس حتى لو من غير مقابل مادي، وده بيخلي كل تعب في شغله وسهره ليه معنى كبير. حسن نفسه كل الناس تعرف حكايته وتدعمه، وربنا يكرمه ويخليه يكمل الكلية علشان يقدر يريح والده الكبير في السن اللي كمان نظره ضعيف. هو بيقول اللي أنا عايزه دعاء من الناس اللي تعرف قصتي، دعوتكم تكفيني. حسن مش بس مثال للشاب المجتهد، ده كمان درس كبير في الصبر. رغم صعوبة الظروف والإمكانيات قدر يوازن بين الدراسة والشغل، وبيثبت إن الواحد لو عنده إرادة ممكن يوصل لأي حاجة. مش بس بيحلم لنفسه، ده كمان حلمه يساعد الناس ويكون سبب في فرحتهم، وده بيخلي كل تعب الأيام دي له قيمة كبيرة. القصة بتاعته بتعلمنا كمان إن الصبر مفتاح النجاح، وإن الدعم النفسي من الأهل والأصحاب ليه تأثير كبير جدا، وإن أي حد عنده حلم ومصمم عليه يقدر يوصل. كمان حسن بيورينا إن الشغل لو اتعمل بضمير وحب وإتقان، الإنسان ممكن يوصل لأي حلم ويحوله الحقيقة. عزيمته وإصراره مثال حي على إن الإرادة ممكن تغير أي ظروف صعبة، وإن التعب والاجتهاد ليهم قيمة كبيرة لو الواحد مصمم على حلمه.